اعزائي مشاهدي قناه دمياط، النهارده عضو مجلس اداره نادي دمياط الكابتن اسماعيل العراقي، المشرف العام على فريق الكره بنادي دمياط الرياضي. كابتن اسماعيل، ايه رايك في الشوط الاول النهارده؟ هو الحمد لله احنا شغالين كويس والفرقه عندنا كويسه. طبعا انت عارف ان بدايه الدوري بيبقى فيه رهبه بين اللعيبه وبين الفرق الثانيه، والمده الطويله لوقف النشاط طبعا بتؤدي للسلب على لعيب الكوره، ولكن احنا عملنا متوشه تجريبيه كويسه وعملنا بدايه صح بالنسبه لفتره الاعداد مع مجموعه من اللعيبه على اعلى كفاءه من دمياط ومن خارج دمياط. واحنا شايفين طبعا اللعيب اللي اكتشفناه جديد اللي هو عمرو صبحي اللي جاب الهدف النهارده في الدقيقه 19، والفرقه متكامله كلها. وطبعا احنا انا بحس اللعيبه باذن الله الشوط الثاني يكون احسن من الشوط الاول، واحنا شايفين لعيبتنا واقفين على رجليهم، مع ان فرقه غزل السويس فرقه كويسه وفرقه محترمه، ولكن احنا باذن الله احنا الاعلى واحنا الاقدر ان احنا نفوز بالمباراه باذن الله، ودي هتبقى بدايه الانطلاقه باذن الله للصعود للدوري الممتاز باذن الله. استاذ اسماعيل، يعني احنا شايفين طبعا قبل الماتش حصل شد وجذب عشان مشكله الملعب والكلام ده، يعني احنا جمهور نادي دمياط نفسه يلعب في استاد دمياط، فانت مجلس الاداره مع مديريه الامن اخر التطورات في الموضوع. هو المشكله في استاد دمياط ان هو استاد دمياط بيجرى فيه عمليه انشاءات لبناء المدرجات اللي هي كانت اتزالت، ففيها يبدا عمليه تشوين بالنسبه للمواد البناء لبناء المدرجات. فسيد مدير الامن بعد نزلت لجنه من مديريه الامن للمعاينه بالنسبه للملعب، فوجدوا ان في الاسوار الحديديه هناك واقعه، وان في عمليه تشوين من مديريه الشباب قالت ان في تشوينات هتحصل داخل الملعب، فهيصعب ان اقامه المباريات. لكن هو ملعب نادي دمياط طبعا استاد دمياط هو الملعب الرئيسي بالنسبه لنادي دمياط، واللي احنا كنا متفقين مع اتحاد الكره على اللعب فيه، ولكن العمليه الامنيه احنا عارفين ان في قلق موجود، وطبعا احنا بنناشد طبعا السيد مدير الامن ان هو الشعب الدمياطي عموما شعب هادي، واحنا نفسنا ان جماهير دمياط والجمعيه العموميه بتاع نادي دمياط انها تحضر المباريات، واحنا ما عندناش اي مشكله تماما في حضور، والتامين هيبقى موجود برضو على مستوى عالي زي ما احنا شايفين، برضو الناس موجوده كلها. بصراحه بنشكر جهود مدير الامن والشرطه اللي موجودين معانا على ارض استاد راس البر. فهي ملعب راس البر وملعب دمياط هو واحد، هو يعتبر لنادي دمياط، ولكن احنا كنا نتمنى استاد دمياط، ولكن يعني رب ضارة النافعه. استاذ اسماعيل العراقي، بصفتك المشرف العام على فريق الكوره في نادي دمياط، هل السنه دي في لائحه صعود للنادي، ولا نقدر نستخلص من الاستاذ اسماعيل وعد بالمنافسه على الصعود بقوه هذا الموسم؟ هو باذن الله احنا اتفقنا كمجلس اداره برئاسه الاستاذ محمد ابو جنبه والنائب الرئيس الكابتن عرب عاشور والكابتن ماريا والكابتن طلعت رزق والدكتور نبيل القفراوي والحاج عيشه شطه. احنا كمجلس كلنا مجلس متكاتف النهارده ورا الفريق، وبننشد هو املنا الصعود. ما نقدرش نقول ان احنا طبعا بصدد ان احنا نقول ان احنا هنصعد، لا احنا عندنا امل ان احنا نصعد طبعا بالجهود اللي مبذوله من مجلس الاداره وبمجهود المبذوله من رئيس النادي، ان احنا بنوفر لهم الدعم المالي وبنوفر لهم كل سبل الراحه. بالنسبه احنا كنا عاملين معسكر حتى في راس البر الاسبوع اللي فات، واللعيبه كلها كانت مبسوطه جدا، ووفرنا لهم بالنسبه للفلوس بالنسبه لمقدمات عقودهم اخذوا جزء من مستحقاتهم. واللائحه السنه دي طبعا بنعملها احسن من اللائحه بتاعت السنه اللي فاتت، لان هي لائحه صعود. احنا طبعا في بالنسبه عملنا ان الكابتن الحاج محمد ابو جنبه قال ان انا هدي زياده لكل لاعب فوق اللائحه 100 جنيه بالنسبه في حاله الفوز، وخارج الارض هتزيد العمليه اكتر. طبعا احنا بنحفز لعبتنا، احنا لعبتنا كلها يهمها كلها انها تصعد، ما يهمهاش عمليه الماديات، ولكن ان احنا بنحاول نحسهم ان هو ان الناس كلها دمياط كلها تقف وراهم، رجال الاعمال كلها تقف وراهم، بس ندي بركه امل ان احنا نبقى فرقه صعود ونصعد. ودي البدايه النهارده من ماتش غزل السويس باذن الله، وانا بوعد باذن الله الجمعيه العموميه وبوعد جماهير دمياط كلها ان احنا باذن الله كلنا بنعمل على ان احنا نصعد باذن الله للدوري الممتاز، وده املنا ودي امنيتنا في اخر سنه لينا في مجلس الاداره المنتخب. استاذ اسماعيل العراقي، كلمه لتأبين الكابتن الكبير فريق جمعه نجم نادي دمياط في عصره الذهبي. احنا طبعا بننعي الكابتن فريق جمعه كابتن دمياط في العصر الذهبي بتاعه، ولكن يعني النهارده احنا بيعتصرنا الحزن
على فقدان هذا الرجل. وطبعا حتى يعني الكابتن عرب عاشور رفيق العمر معاه ما قدرش يحضر المباراه، وهو لا يتمالك نفسه لحضور المباراه، لان هو ده يعني الرفيق والصديق. ويعني مش هقول لك ان هو كان الراجل وعدنا ان هو جاي يحضر هذه المباراه الافتتاحيه، ولكن احنا يعني نحتسبه عند الله، وباذن الله يجمعنا معه في الجنه باذن الله، وندعو لاهله بالصبر والسلوان ولابنائه. وكان النهارده يعني احنا كنا بنصلي عليه صلاه الجنازه، صلاه الظهر والجنازه النهارده. يعني حاجه جميله جدا ان احنا نشوف كل الرياضيين في دمياط متواجدين، وكل رجال الاعمال، لان هو راجل كان من اساس نادي دمياط، ومن محبي نادي دمياط، ومن عاشق لتراب دمياط. فاحنا بنحتسبه عند الله والاهل والصبر والسلوان. استاذ اسماعيل بنشكر حضرتك على اللقاء الجميل. انا بشكرك وبشكر قناه دمياط النهارده. الله يخليك. الف شكر، شرفتونا. كابتن نادي دمياط العائد الى بيته من تاني الكابتن محمد الدبسي كابتن الفريق. كابتن محمد، ايه رايك في الفرقه النهارده؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله النهارده الاداء كويس. بالنسبه ان دي اول مباراه في الدوري، انت عارف ان احنا فتره التوقف الطويله دي اثرت على كل اللعيبه، مش لعيبه نادي دمياط بس، كل لعيبه مصر. احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان النشاط عاد تاني. بصراحه انا الواحد ما كانش مصدق من امبارح ان في ليله الماتش ومعسكر الماتش، الواحد ما كانش متوقع ان الامور هترجع تاني، بس الحمد لله احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان الامور رجعت تاني لطبيعتها. وان شاء الله نبارك برضه لانفسنا بعوده النشاط، ونبارك للدوري الممتاز انه يرجع تاني عشان منتخب مصر يصعد لكاس العالم باذن الله في التصفيات اللي جايه. احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان النشاط رجع تاني الحمد لله. محمد الدبسي كابتن الفريق، انت واللعيبه تعهدتوا على ايه من بدايه الموسم كده عشان نطمن جماهير نادي دمياط؟ ان شاء الله باذن الله احنا بنوعد جماهير نادي دمياط كلها باذن الله، وبنوعد محافظه دمياط احنا ان شاء الله باذن الله السنه دي هنبقى بصوره مختلفه تماما عن السنين اللي فاتت. وان شاء الله السنه دي باذن الله السنه دي تكون سنه المنافسه على الصعود، وان شاء الله باذن الله ربنا يحقق املنا جميعا ونصعد ان شاء الله. الفرقه السنه دي ايه رايك في التوليفه اللي عاملها الكابتن حسام غويبه، وخاصه ان هي فيها ناس كتير من ابناء محافظه دمياط وانت منهم؟ والله انا يعني من بدايه فتره الاعداد شفت الكابتن حسام تعب معانا مجهود خارق، هو الجهاز الفني ومجلس الاداره كان مساندنا، وطبعا نجاح الحاج محمد ابو جنبه برضه اضاف لمجلس الاداره كتير، ومع الكابتن عرب عاشور والاستاذ اسماعيل عراقب بصراحه يعني عاملين معانا شغل كويس جدا. وباذن الله احنا يعني ايه الفرقه ماشيه كويس جدا باذن الله. وانا بقول بعيد عن حته ان اللعيبه اللي اضافت ضمايط او مش ضمايط، انا شايف ان الفرقه كلها فرقه واحده، وان شاء الله بالحب والالفه اللي بيننا ان شاء الله هنقدر نعمل حاجه ونفرح الجماهير كلها ان شاء الله يا كابتن، وبالتوفيق باذن الله. بالتوفيق. معانا النهارده في قناه دمياط النهارده الكابتن الحسيني ذكر الله قايم بمجهود جبار عشان الماتش ده يتلعب. مش عايز اقول لكم النهارده الكابتن الحسيني عمل ايه، فيا ريت هو يكلمنا بنفسه على اللي حصل النهارده والمجهود اللي بذلته منطقه دمياط للكوره. ابدا انا سعيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنشكر قناه دمياط الرياضيه. وانا بس عايز اقول انا على حاجه، ان انا سعيد ان الروح رجعت للملاعب تاني. الملاعب دي كانت ماتت، يعني الملاعب دي كانت ماتت. يمكن من اسبوع كان النجيره بارتفاع عالي جدا، وجميع ملاعب دمياط كانت كده. احنا لما جالنا الخطاب بتاع المباريات بتاع الدوري بعتناه للامن، الامن كان ليه تحفظات على الملاعب في محافظه دمياط، وبعدين حاولنا وقلنا بالزياره للسيد اللواء سامي مدير امن دمياط، واقنعناه ان شكل لجنه، واللجنه دي تنزل ملاعب دمياط تفحصها. وبالفعل شكل لجنه اللواء عثمان، ومعاه 2 العميد مدير اداره الخدمات، ومعاه مفتش مباحث، ونزلوا مروا على جميع ملاعب دمياط، ويحددوا لنا 3 ملاعب صالحه للعب مؤمنه في محافظه دمياط. كان منها ملعب الزرقاء الرياضي، وملعب راس البر، وملعب مدينه دمياط الجديده. طبعا نادي دمياط كان مختار استاد دمياط، فبالتالي لما استبعدنا استاد دمياط اختار ملعب راس البر الزرقاء، وفي الزرقاء ونادي الكوره اعتقد هتختار ملعب الزرقاء. كابتن الحسيني، يعني الفرق دمياط اللي هي فرق الدرجه الثالثه بقى، الشورى، عزبه اللحم، فرسكور، يا ترى ايه اخبار الدوري وايه اخبارهم، ويعني هيلعبوا الدوري السنه دي؟ يعني نقدر ناخد اجابه من حضرتك. والله احنا من اول امبارح الاتحاد بعت لي فاكس
عشان استلم الشيكات الخاصة بالأندية، وفعلا بعتنا مندوب من المنطقة وراح القاهرة واستلم شيكات لنادي الزرقاء ونادي دمياط ونادي ميت الخولي ونادي مركز شباب فرسكور ل6 أندية، والاثنين بتوع الشركات أجلهم شوية، ودي دعم من اتحاد الكرة للأندية ديت ب20,000 جنيه لكل نادي، واستلموهم بالفعل، ويعني بيشجعوهم ان هم يجهزوا نفسهم ويحضروا نفسهم. اما بالنسبه لدوري القسم الثالث فان شاء الله احنا مستنيين برضه الاسبوع الجاي احتمال تتم القرعه وربنا يسهل. كابتن حسين، كلمه توجهها الى المسؤولين عن الرياضه بمصر يعني عشان الدوري والرياضه بصفه عامه. الرياضه دي شريان الحياه، الشعب المصري بيحب الرياضه، بيحب الكوره بالذات، كره القدم بالذات، وعايز يشوف كره قدم وعايز يخش الملاعب، وبتمنى ان الملاعب تتملى تاني ب 20,000 ب 50,000 ب 80,000، لان دي روح الحياه في مصر هي كره القدم وملاعب كره القدم. وبس احنا بنطلب من الجماهير ان هي تلتزم بالقواعد المطلوبه وبالالتزام بالروح الرياضيه، والكوره فايز ومهزوم، وتتقبل الهزيمه وتتبسط بالنصر. كابتن حسين، بنشكر حضرتك مره ثانيه على المجهود الكبير ده، وان شاء الله. أعزائي مشاهدين قناة دمياط النهارده، ألف مبروك ألف مبروك لنادي دمياط لنادي دمياط الرياضي النهارده. حمى البداية تخطاها نادي دمياط بنجاح، وفوز 1-0 لنادي دمياط على فريق غزل السويس. هيبقى معانا النهارده عريس المباراة عمرو صبحي محرز هدف الفوز. كابتن عمرو صبحي طبعا غني عن التعريف، لاعب نادي غزل المحله السابق وهداف نادي دمياط. كابتن عمرو، النهارده انت طبعا عملت مجهود كبير، يعني تقدر تكلمنا الماتش وظروفه، يعني كلم حضرتك عنه. الاول بسم الله الرحمن الرحيم، انا بحيي اعضاء مجلس الاداره، رئيس النادي كابتن ابو جنبه، كابتن حسام غويبه اللي تعبان معانا من اول الدوري، من اول دقيقه من 4 شهور تعبان معانا. الراجل ما بيأثرش مع حاجه، جهاز فني، جهاز محترم. انا بشكر زمايلي في الاول قبل ما اكون انا كويس، وقبل ما اكون انا بجيب جول للفرقه، ده بمساعده زمايلي، مش انا لوحدي. مفيش لعيب في الكوره في اي مكان في الدنيا يقدر يعمل حاجه لوحده. انا بحيي زمايلي على الفوز دوت، والحمد لله رب العالمين. بعد الفوز باعضاء مجلس الاداره والكابتن حسام غويبه. الف شكر يا عمرو، الف شكر. معانا النهارده كابتن حسام غويبه عريس الماتش. كابتن حسام، حمى البدايه وكيفيه تخطيها، ايه رايك في الماتش النهارده؟ والله يا حماده انت قلت جمله جميله علميه، يعني كلمه تدريب الرياضي حمى البدايه في المباراه نفسها، وحمى البدايه لانطلاق الدوري دي. يعني كنت متوقع ان الولاد هيبقوا برضك مش في الفورمه الكامله لسه، دي اول مباراه، الاحساس بالمباراه، الفيزيكال فيتنس لسه ما اكتملش بالصوره الكافيه، لياقه المباراه لسه ما جاتش معانا، اللي هي المباراه الرسميه، تغيير الملعب تغيير الملعب في 48 ساعه. كل هذه الامور الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا بال3 بونت، اول بدايه تبقى قويه، تبقى انطلاقه كويسه ان شاء الله باذن الله. اتمنى اللي جاي يبقى كويس، وخاصه ان احنا خارجين ماتشين ورا بعض بره ملعبنا باذن الله. الف شكر يا كابتن حسام، وعشان انت على سفر فبالتوفيق ان شاء الله. دمياط والله يعني كلكم بصراحه بحييكم. الله يخليك يا كابتن. كم معانا النهارده برضه نجم من نجوم المباراه، حامد ابو الحمد، او زي ما بيحب حامد التلامسي. كابتن حامد، كلمنا على الماتش النهارده وحمى البدايه مع نادي دمياط في دوري القسم الاول ده. والله احنا كان بسم الله الرحمن الرحيم الاول احنا كان كل همنا ان شاء الله 3 بونت، وطبعا لعبنا من اول الماتش ان احنا لازم الحمد لله نلعب على الفوز، والحمد لله جبنا بقى هدف مبكر ده طبعا اللي خدمنا طول المباراه الحمد لله رب العالمين. وبعدين حبينا بس نثبت لدمياط كلها والناس اللي هي شككت في قدرات لعيبه نادي دمياط ان احنا ان شاء الله قادرين على الصعود ان شاء الله للدوري الممتاز السنه الجايه باذن الله، وان احنا مش اقل من حد في الدوري ان شاء الله، حتى امكانياتنا محدوده، لكن ان شاء الله باذن الله بنوعد كل اهل دمياط بالصعود ان شاء الله السنه الجايه الممتاز، وربنا يوفقنا وربنا معانا ان شاء الله. الف شكر يا حمد، الف شكر بالتوفيق ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، نقلنا اليوم لكم عرس دمياط القروي بين دمياط وغزل السويس، وان شاء الله انتظرونا في اللقاءات القادمه باذن الله. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، خاصم معاك
النهارده؟